بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم يوم جديد في بطولة الدوري المصري استاد كرة اف ام. النهارده هينقل لكم ان شاء الله واذاعة الشباب والرياضة لقاءات الاسبوع الثاني من الدوري الممتاز. النهارده عندنا ماتشين، مباراة هتكون الساعة 5 ان شاء الله، والماتشات كلها جامدة، كل الفرق عايزة تكسب وكل الفرق عايزة تجمع نقاط. النهارده باذن الله هيكون عندنا لقاءين، الداخلية وبتروجيت من استاد الشرطة في العباسية الساعة 5، والساعة 8 لقاء امبي والشرقية الزقازيق. امبارح كان في 3 لقاءات، طنطا وفوز على اسوان 1-0. امبارح كان بدايه الاسبوع الثاني من بطوله الدوري. طنطا كسبت اسوان 1-0 بهدف من ضربه جزاء لمحمود شاكر عبد الفتاح، والاسماعيلي كسب الانتاج الحربي برضه بضربه جزاء من خلال حسني عبد ربه اللي احرز الهدف. واخيرا كان لقاء الاهلي والمقاولين العرب في استاد بترو سبورت، والاهلي تفوق 2-0 عن طريق محمد نجيب بضربه راسيه من كورنر، والهدف الثاني ايضا بضربه راسيه لعبد الله السعيد من الكره العرضيه اللي عملها احمد فتحي. النهارده لقاءين، بكره 3 لقاءات ان شاء الله في بطوله الدوري، وبكره كمان عندنا لقاء مهم جدا في دوري ابطال افريقيا، الزمالك والوداد. المباراه هتكون الساعه 10 بتوقيت القاهره، وتكمله لقاءات الاسبوع الثاني بكره الساعه 3 المصري والنصر التعدين، الساعه 5 وادي دجله والاتحاد السكندري في استاد القاهره، وسموحه مع مصر المقصه ان شاء الله في استاد اسكندريه. نستمتع باذن الله النهارده مع نجومنا كابتن سامي شيشيني وكابتن شادي محمد، بعد شويه كمان زملائي في الاستوديو خالد عبد الباسط في الهندسه الاذاعيه، مصطفى نوير في الاعداد، محمد عبد الله المنسق العام، سناء الحلواني مخرجه كوره اف ام، واسلام صادق رئيس التحرير. ان شاء الله يوم موفق للكره المصريه. وامبارح انا سهرت شويه، صليت الفجر كده، وبعدين كان في مباراه في التلفزيون مصر وايطاليا في بطولة كاس العالم في دور ال16 لكرة الصالات اللي هي الكرة الخماسية داخل الصالات. امبارح مصر عملت انجاز تاريخي بمعنى الكلمة. امبارح مصر قدرت تكسب ايطاليا 4-3، ومنتخب مصر لكرة الصالات يصعد لدور ال8 لكاس العالم. اعتقد دي اول مرة في تاريخ مصر ان هم يوصلوا لدور ال8، يبقوا من افضل 8 منتخبات على مستوى العالم. وامبارح بقى المباراة يعني روح واداء وقتال وانتماء، يعني كل حاجه حلوه عايز تقولها على منتخب مصر لكره الصالات. امبارح اتفرجت على المباراه صعبه جدا. خلي بالكم المنتخب الايطالي منتخب قوي جدا، يمكن من تاني اوروبا، وبرده من المصنف الثاني والثالث في العالم. المنتخب الايطالي من المنتخبات القويه جدا، يعني في 3-4 منتخبات كده في العالم في كره الصالات جامدين قوي. يعني هنبدا بالمنتخب الاسباني، المنتخب البرازيلي، المنتخب البرتغالي، المنتخب الايطالي، دول اقوى 4 منتخبات في العالم. امبارح قدرنا نكسب ايطاليا، انا مش مصدق لغايه النهارده، انا مش مصدق. امبارح منتخب مصر هو اللي بيتقدم، ومنتخب ايطاليا بيتعادل. تقدمنا 1-0 وبعدين اتعادل المنتخب الايطالي 1-1، تقدمنا 2-1 وبعدين اتعادل المنتخب الايطالي 2-2. في الشوط الثاني 3-2 وكنا خلاص ناقص 5 دقايق والمباراه تنتهي، قدر المنتخب الايطالي يتعادل 3-3. لعبنا اكسترا تايم، وقت اضافي على شوطين، مده كل شوط 5 دقايق. انتوا عارفين في كره الصالات الشوط الاول بيبقى تلت ساعه ملعوبين. يعني ايه تلت ساعه ملعوبين؟ يعني لما الكره تطلع بره او يحصل فاول او اي حاجه الساعه بتقف، يعني تلت ساعه 20 دقيقه بالظبط ملعوبين الشوط الاول. ونفس القصه الشوط الثاني لما ايطاليا تعادلت معانا 3-3 رحنا للوقت الاضافي الاكسترا تايم على شوطين، كل شوط 5 دقايق. الشوط الاول انتهى بالتعادل برضو 3-3، وفي الشوط الرابع قدرنا نحرز هدف قبل نهايه المباراه بحوالي دقيقتين او 3 دقايق في الوقت الاضافي الثاني اللي هو الشوط الرابع. واستموات، عايز اقول لكم ان امبارح منتخب مصر، طبعا احنا مش قادرين نجاري ايطاليا ككره هجوميه، هما بيهاجموا مستحوذين واحنا بندافع وبنلعب على الهجمات المرتده. بس امبارح انا اتفرجت على رجاله في الملعب، انا مش مصدق ان منتخب مصر لكره الصالات وصل لدور ال8 وكسب ايطاليا 4-3. اتفرجت فعلا امبارح على رجاله، على جهاز فني بيدير اللقاء بكفاءة عالية جدا، هشام صالح ومدير فني، ونادر رشاد مدرب، وياسر عبد الخالق مدرب حراس، وايمن حافظ مدير الفريق. قتال غير طبيعي. شفت رجاله في الملعب، شفت جمال عبد الناصر اللي هو حارس مرمى منتخب مصر. انا اتوقع ان جمال عبد الناصر ده هيجيله عروض احتراف في اقوى دوريات العالم في الكره الخماسيه اللي هي كره الصالات. انا متوقع كده، اعتقد ان هو هيجيله حاجه في الدوري الاسباني. عندنا ميزو كابتن الفرقه، عندنا موزة، عندنا الاشول عبد الله الاشول، عندنا مجموعه من اللعيبه
امبارح موتوا نفسهم فعلا. انا عمري ما شفت كده، عمري ما شفت منتخب بيموت نفسه بيقاتل زي امبارح بصراحه. انا نايم امبارح مبسوط جدا، وكلمت المنتخب في كولومبيا وباركت لهم، وباركت الكابتن هشام صالح وكابتن ايمن حافظ. لكن امبارح الرجاله، انا مش هقول عليهم ولاد، الرجاله عملوا ماتش العمر، ماتش العمر. وفريق ايطاليا جامد جدا يا جماعه، خلي بالكم احنا ولا عندنا دوري قوي في كره الصالات، ولا عندنا مسابقات، ولا عندنا احتكاكات قويه. احنا دايما كده قبل البطولات بنتجمع ويلا يا جماعه احنا رايحين نلعب كاس العالم. لكن امبارح منتخب مصر عمل انجاز تاريخي، الناس مش حاسه في مصر، انا مستغرب، لكن انجاز تاريخي ان منتخب مصر يكسب ايطاليا في دور ال16 في كاس العالم، ويوصل لدور الثمانيه وهيقابل الارجنتين ان شاء الله. خلينا نروح كولومبيا ونفرح مع نجومنا اللي في كولومبيا، منتخب مصر لكره الصالات. ومعايا الكابتن ايمن حافظ مدير منتخب مصر لكره الصالات، ابارك له على الانجاز التاريخي اللي حصل للكره المصريه في كره الصالات، واشيد بالرجاله اللي انا استمتعت بيهم جدا امبارح في المباراه. المباراه كانت الفجر، كانت الساعه 3 خلص الساعه 5 الا ربع. اول مره اشوف ماتش في كره الصالات بيقعد ساعتين الا ربع زي ماتشات ال11. واقول لهم مبروك والف مبروك وفرحتونا، وان شاء الله مستنيين منكم المزيد في مباراه الارجنتين في دور الثمانيه يوم الاحد الساعه 10:30 بالليل. كابتن ايمن الف مبروك، انتصار غالي جدا للكره المصريه. الله يبارك فيك يا كابتن كريم. الحمد لله رب العالمين، طبعا بنحمد ربنا ونشكر فضله الحمد لله. فعلا زي ما حضرتك بتقول رجاله امبارح كان بيلعبوا بروح قتاليه عاليه جدا جدا، وفعلا شرفوا مصر ورفعوا اسم مصر الحمد لله. امبارح ماتش الناس كلها، الصاله كلها في مدينه كالي كلها كانت يعني منبهره بمنتخب مصر الحمد لله. وطبعا ده الحمد لله رب العالمين يعني يعني اللعيبه بعد المكسب ده وبعد اداهم ثقه كبيره جدا جدا. ان شاء الله باذن الله ان يبقى في طموح ويبقى في امل ان شاء الله ان احنا نقابل ماتش مع الارجنتين يوم الاحد باذن الله في دور الثمانيه. وزي ما حضرتك بتقول ده انجاز كبير جدا لكره الصالات المصريه الحمد لله رب العالمين، وربنا يسهل ان شاء الله. طبعا نعمل مباراه كويسه مع الارجنتين ونكمل بالشكل اللي احنا لعبنا بيه مع ايطاليا الحمد لله. كابتن ايمن يعني امبارح بتفرج على المباراه، احنا بنلعب بطريقه تناسبنا، بنقفل كويس جدا، بنلعب زون ديفنس قدام في نص ملعبنا، بنلعب على الهجمات المرتده، بس اللعيبه في النواحي الدفاعيه يعني شفت الناس بتموت نفسها وبتطير قدام الكوره عشان الكوره ما تخشش. شفت حارس مرمى اخطبوط. انا يعني اول مره اشوف واحد، يعني انا لعبت كره صالات كتير وشركات وانديه والكلام ده، لكن اول مره اشوف واحد بمستوى جمال عبد الناصر حارس مرمى منتخب مصر. على فكره في 12 لعيب لاول مره بيلعبوا في كاس العالم من ال 14 يعني الاثنين بس اللي لعبوا كاس عالم، معتز ميزو ومصطفى نادر، الاثنين اللي هم كانوا في منتخب مصر قبل كده في الصالات. والمنتخب ده كله متجدد في خلال قبل بطوله افريقيا، يعني بعد بطوله افريقيا اللي طلعوا فيها المركز الثاني. معظمهم سن صغير 21 22 سنه. يعني الحمد لله دي بالنسبه لهم بدايه كويسه جدا جدا جدا. كان في احتكاك قبل البطوله بشكل كويس جدا، لعبنا مع اسبانيا مباراتين، لعبنا مع المغرب مباراتين، لعبنا مع فيتنام، لعبنا مع جواتيمالا. فكان في الماتشات دي الوديه اللي لعبناها حوالي 11 ماتش ودي قبل البطوله بشهرين، ادوا ثقه كبيره جدا للاعيبه دي، وادوهم يعني خلوهم فعلا كاس العالم يبقوا داخلين بشكل كويس. فالحمد لله رب العالمين. طبعا احنا نتمنى ان يبقى ده بدايه جيل للصالات بشكل كويس، واتمنى باذن الله ان شاء الله ان اللعبه تتطور في مصر بشكل كبير، لان احنا شفنا فرق على مستوى عالي جدا في روسيا وفي اسبانيا وفي البرازيل طلعت على فكره برضه من ايران بالضربات الترجيح في دور ال 16. وكولومبيا نفس القصه برضه خرجت اللي هي منظمه البطوله. فطبعا الحمد لله رب العالمين ده انجاز كبير جدا جدا. الحمد لله نتمنى ان نتواصل ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله لمنتخب مصر مع مباراه الارجنتين باذن الله. كابتن ايمن انا في بدايه البطوله بصراحه كان عندي احباط، اتفرجت على ماتش روسيا، اتفرجت على ماتش تايلاند، احنا صعدنا ثالث مجموعه. لا روسيا بالذات يا كابتن كريم، روسيا بالذات كان ماتش وحش جدا قوي جدا. حتى اللعيبه مش راضيه على نفسها. نخسر روسيا جامده جدا، نخسر منها بس مش بالشكل اللي حصل، واخد بالك؟ يعني ده كان بالنسبه لنا من اسوأ الماتشات اللي عملناها، واللعيبه كانت حاسه بده.
وكان عندهم طموح وامل ان هم فعلا يبينوا ان هم فرقه قويه ويعوضوا اللي حصل لنا في الماتشين بتوع روسيا بالذات. لكن تايلاند اعتقد الشوط الثاني كنا كويسين وما كانش فيه حظ، بس الحمد لله ان تايلاند بعد المباراه احنا كنا بنتمنى ان احنا نطلع تاني المجموعه. لما طلعنا تالت برضه بعدنا البرازيل، فرقه جامده جدا، بعدنا على البرازيل وعدنا مع ايطاليا. بس يعني الحمد لله هو ربنا رايد لنا ان احنا نكون نلعب مع ايطاليا في اخر لحظه. على فكره احنا لحد الماتشات اللي هي الدور المجموعه اللي هو الدور الثالث بنسبه 90% كنا هنلعب مع البرازيل. النتائج اتغيرت في اخر 5 دقائق في الماتشات. ايوه خلانا لعبنا مع ايطاليا في دور 16. فالحمد لله رب العالمين، يعني ده حاجه كويسه وان شاء الله نكمل على كده. عايز برضه اشيد بالكابتن حماده الشربيني المشرف على الصالات امبارح بعد المباراه مباشره مكافاه من جيبه الخاص $200 لكل اللاعبين وكل واحد باللعيبه والجهاز الفني والاداري. صراحه يعني حاجه يشكر عليها يعني. الارجنتين انا ما اتفرجتش عليهم، هم كسبوا اوكرانيا 1-0 في دور ال 16 وهيلعبونا في دور الثمانيه. مستواهم ايه مقارنه بايطاليا؟ لا، مستوى اي فرقه وصلت دور ال 16 وهتلعب مستواها جامد طبعا. الارجنتين كانت في مجموعه قويه ولعبت برضه ماتشات قويه واحنا متابعين كل الماتشات. هنبدا ان شاء الله من النهارده، هجبنا الفيديوهات بتاعتهم بتاع الماتشات كلها. هنبدا النهارده، احنا دلوقتي خلاص اهوت بنفطر ومسافرين طالعين من مدينه كالي رايحين هنلعب في مدينه ميدلين اللي كنا موجودين فيها الاول في المجموعه اللي كنا مقيمين فيها. هنسافر الساعه 12 الظهر ان شاء الله ونروح. هنبدا بقى نستعد السبت والحد، الجمعه والسبت النهارده وبكره ان شاء الله لماتش الارجنتين. نبدا ندرسهم بشكل كويس ونتفرج. احنا كل الماتشات بنقعد نتفرج عليها بشكل كويس، ويقعد الكابتن هشام والكابتن نادر والجهاز بيقعدوا يشوفوا اللعيبه كل حاجه في الماتشات دي. فان شاء الله باذن الله نستعد بشكل كويس للارجنتين، وتوفيق ربنا باذن الله اهم من اي حاجه باذن الله في الماتش الجاي. مبروك يا كابتن ايمن وسلامي لكل اللعيبه وكل بعثه مصر، وان شاء الله تفرحونا في ماتش الارجنتين ونوصل للدور قبل نهائي الكاس العالم لكره الصالات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. من خلال حضرتك برضه يا كابتن كريم عايز اشكر معالي السفير هشام سرور، يعني سفير مصر في كولومبيا. اول مباراه مع كوبا جالنا برضه من العاصمه بوجوتا بالطياره، حضر معانا المباراه في ميدلين، وامبارح برضه جالنا بالطياره على مدينه كالي وحضر معانا المباراه. بنشكره طبعا، واهتمام فوق العاده من السفاره المصريه يعني. اكيد سلامي لكل اللعيبه ومتابعينكم ان شاء الله خلال اليومين اللي جايين. وبارك لي يعني للعيبه بصراحه والجهاز ودكتور ايمن زين كمان طبيب الفريق، المجهود الكبير اللي انتوا عملتوه في ماتش ايطاليا والفرحه اللي احنا فرحناها في مصر بصراحه. يعني انا مبسوط جدا بمنتخب الصالات. الحمد لله. متشكرين يا كابتن كريم، الف شكر. الله يخليك. نشكر كابتن ايمن حافظ مدير منتخب مصر لكره الصالات بعد الانجاز التاريخي اللي حصل امبارح بصعود مصر لدور الثمانيه في كاس العالم لكره الصالات بعد الفوز على ايطاليا المنتخب القوي جدا 4-3 امبارح بالليل. المباراه كانت الفجر، واعتقد ان كان في ناس كتير مش متابعين ولكن تابعوا منتخب مصر لكره الصالات. منتخب مميز يستحق المتابعه ويستحق الاشاده كمان والتقدير بعد صعوده لدور الثمانيه في كاس العالم. فاصل سريع.